عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم لبس كريمه القريفي. اليوم ان شاء الله كيف كتلاحظوا معايا غريبه بالفلو ديال الشكلاط والكوك. كتجي اكثر من رائعه وغير بالزبده، ما فيها لا بيض لا والو. كتجي رائعه بزاف بزاف. كيف كتلاحظوا معايا كنتمنى هاد الغريبه تنال الاعجاب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير بطريقه اللي هي سهله بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال ديروا لايك للفيديو والمشاركه مع الاصدقاء والعائله، ونتلاقاو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحال هذا المطبخ. عندي زبده مارغرين، عندي هنايا كاس ديال الزيت حامر، كاس العنبه، كاس السكر سنيده، 100 غرام ديال الكوك، وعندي 2 معلقات كبار ديال النشا، عندي 2 ديال شاصيات ديال الفلو فئه 4 غرام، وعندي 2 خميرات حتى هما فئه 7 غرام. عندي السكر كلاصي للتفنيد، وندوزو للطريقه. هي كندير السكر وكنخدم السكر ديالي مزيان مع الزبده. هنا كنزيد هذا الفلو اللي كيعطينا واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. كنزيد الشاصي الثاني. الاول ديال اللي درت ديال الكراميل، وهذا اللي درت دابا ديال الفلو ديال ديال الشوكولات. صافي كندخل هاد الفلو مزيان. صافي كنزيد الزيت ديالي على الزبده كتلاحظوا. صافي هنايا كنزيد النشا، دوك 2 معلقات ديال النشا مزيان كندخلهم مزيان. صافي هنايا كنزيد 100 غرام ديال الكوك، كنزيدو دفعه وحده. كنخلط وكنخليه واحد 3 ديال الدقائق بلا ما يتشرب شويه. ضروري كنديرو الكوك اللي كيكون من النوعيه اللي كتكون مزيانه. صافي كنخليه يتشرب شويه وعاد نزيد الدقيق. صافي هنا كنزيد الخميرات ديالي، هنايا كنزيد الدقيق اللي كيكون مخول وكنعاود ندخلو مره ثانيه. صافي كندخل الدقيق ديالي غير بشويه باش ما نخليش الغريبه ديالي تجي ناشفه. صافي هي العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه. صافي دابا غادي ندوز باش نشكل الغريبه ديالي. وهنايا كنكورو الغريبه ديالنا في الحجم اللي بغينا، واش نكبرو ولا نصغرو. الاحسن تجي شويه كبيره باش كتجي عاطيه ديك التشققات. كتجي في هذا الحجم هذا. كنبرك عليها شويه هكا بكف يدي وكندوزها في السكر كلاصي. كيف كتلاحظوا كندوزها واخا ما كتخبطش، هي ماشي بالضروره تخبط من السكر، كيجي فيها ديك السكر كيجي فيها خفيف. صافي كنحطها هكا في اللاطه ديالي كتلاحظوا هكا، وكندير له واحد الحفيره هنايا كتساعدنا على التشقق ديال الغريبه ديالنا بحال هكا. ضروري كنديروا لهاد الحفيره باش غنديروا فيها اما نديروا الكاوكاو اما كنديروا الشوكولات. نستمر هكا حتى نكمل ونتلاقاو بعد ما طيب ونشوف الشكل ديالها كيفاش جا. هذه الغريبه ديالنا بعد ما كنخرجها من الفران كيجي هاد اللوين ديالها هكا خفيف، وهاد التشققات اللي كيجيو مع السكر كذلك اللي كيكون خفيف، ما كنفندوهاش بزاف في السكر، يعني كنديروا له واحد التفنيده اللي هي خفيفه وكنبركو عليها هكا بالصبع ديالنا. كتعطي هاد البليصه فاش كنديروا اما كنديروا اللوز ولا كاوكاو وما كيكونش محمرين، يعني كنديروهم هكا خضرين باش كيطيبوا هكا مع الغريبه. ولا ملي كنتساليو كنديروا واحد شويه ديال الشكلاط في هاد البليصات اللي كيكونوا هكا محفره ديال الوسط ديال الغريبه. ولا بغينا نخليوها غير هكا راه كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الغريبه وكتجي هشيشه بزاف بزاف. راه بالكشيف كنبقاو نهزوها من بلاصتها كتجي هشيشه لواحد الدرجه كبيره. كيف غادي تلاحظوا معايا كتجي كتفتت غير بوحديتها.
نتوما كتشوفوا غير كنقيسوا فيها يعني كتبقى تفتت، كتجي مرمله وهشيشه، وديك التقرميشه اللي كتكون من الفوق ديال السكر. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما نساوش الا عجبتكم الوصفه ديروا لايك الفيديو واشتراك مع العائله والاصدقاء. شكرا بزاف بزاف، كنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.